معلومة غلط الناس مفكراها صح. الجزء السادس، الأوميجا 3 فيتامين. لا مش فيتامين. الأوميجا 3 حمض دهني اسينشال ضروري. تاني حاجة، الجسم ما بيصنعوش، لازم ناخده من بره سواء من الأكل أو من الأوميجا 3 الحبوب الكبسولات اللي هي السوفت جيلاتين. تالت حاجة وده الأهم، إنه ليه أنتي انفلاماتوري إفكت، مضاد للالتهابات، بيشتغل ليه خصائص مضاد للالتهابات، فبيفيد الجسم وبيقلل الالتهابات. عن طريق إيه؟ كومبيت مع حاجة اسمها أراكيدونيك أسيد اللي بيسبب يعني بكل بساطة مواد بتطلع بتسبب الالتهابات، فهو بيبقى كومبيت مع الميدياتورز دي أو مع الأراكيدونيك أسيد فبيقلل موضوع الالتهابات، فيبقى كده ليه خصائص مضاد للالتهابات. الاوميجا 3 طبعا زي ما انتم عارفين بيحسن صحة القلب وبيظبط موضوع الضغط العالي والواطي كمان على حسب الجرعة. طب انتوا تعرفوا اللي فيه اوميجا 3 واوميجا 6 واوميجا 9 وكل واحد ليه استخدام في الجسم. اهم حاجة الاوميجا 3. حاول لما تاخد اوميجا 3 من بره هتلاقي مكتوب عليه ALA ودي HA وإي بي اي. ميكس من الأحماض الدهنية المفيدة جاية من النباتات زي ال ALA وجاية من الأسماك زي ال EPA وال DHA. الأوميجا 3 بيتاخد بعد الغداء بعد وجبة تكون غنية بالدهون أو وجبة يكون فيها دهون عشان يقدر يمتص وتقدر تستفاد بيه.